سألت نفسك انت مين؟ مش اسمك ولا شغلك، لا، انا اقصد انت فعلا ايه اللي بيخوفك، ايه اللي بيريحك، ايه اللي بيديك الاحساس بالامان، وايه اللي بيهددك. صدقني قبل ما تسأل مين هو او هي الشريك الصح لازم تسأل نفسك هو انا اصلا عرفت انا مين؟ المشكلة ان كتير من الناس بيدخلوا علاقة وهم مش فاهمين نفسهم. يعني واحد عايش طول عمره بيهرب من الوحدة، أول ما يلاقي أي حضن أو أي اهتمام يفتكر إنه لقى الحب، لكن الحقيقة هو لقى مسكن مؤقت. وفي ناس تانية بتدخل علاقة وهي شايلة وجع قديم، يمكن وجع من البيت، من الطفولة، من خيانة قديمة، فبدل ما تدور على شريك يشاركها حياة حقيقية بتدور على دواء يضيع الإحساس بالجرح ويكمل. وللأسف هنا الكارثة، العلاقة اللي بتتبني على الهروب أو التسكين عمرها ما هتكون صحية. ليه؟ لأنك لما ما تكونش عارف نفسك بتسيب قرار مصيري زي الارتباط يحدد باحتياجات لحظية، لحظة فراغ، لحظة خوف، جرح، مش حب حقيقي ونضج. طيب تعرف نفسك ازاي؟ يعني ايه اعرف نفسي؟ يعني تعرف انت محتاج ايه فعلا من العلاقة. هل هو امان، مشاركة، تفاهم، ولا مجرد كسر وحدة؟ يعني تحدد حدودك، ايه اللي تقبله وايه اللي مستحيل تتنازل عنه. يعني كمان تواجه مخاوفك. الوحدة مثلا، هل انت مستعد تواجهها لوحدك ولا لازم تلزق في اي حد عشان ما تحسهاش؟ يعني تعرف قيمة نفسك، ايه اللي ما ينفعش تستغنى عنه عشان حياتك تستمر من غير صراع. لما ما تعرفش نفسك بتسيب لغيرك يعرفك على مزاجه. ممكن تلاقي نفسك في علاقة مش شبهك خالص، بس انت مكمل فيها عشان خايف تخرج او خايف تواجه نفسك. لكن لما تبقى عارف نفسك تبقى العلاقة قرار واعي. انت اخترت شريك يناسبك، مش شريك يغطي عيوبك او يدفن جراحك. يا جماعة، الشريك الصح مش هيطلع لك بطاقة تعريف بنفسك ولا هيقولك انت مين، دي مسؤوليتك انت. اعرف نفسك الاول، وقتها بس هتعرف تختار بجد. لو معرفتش نفسك صدقني هتفضل تلف وتدور حوالين نفس الدايرة، جرح بيتكرر، علاقة بتفشل، وقلب بيقع في نفس الحفرة. اعرف نفسك الاول قبل ما تقول لقيت شريك حياتي.